السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في مطبخ منا. النهاردة هنعمل فكرة حلوة وجميلة جدا، هنستفاد منها في حاجة بنشتريها بالغالي. احنا هنعملها بالشاي والخل. حطي الخل على الشاي وهتستفادي منها، فكرة حلوة قوي. يلا بقى، لو أول مرة تشوفي قناتي ادعميني باللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي. أول حاجة، لو عندك كمية شاي مغلية كده هاتيها وتعالي هقولك فكرة حلوة جدا بيها. الشاي لازم يكون مغلي قوي، تمام، عشان تطلعي اي حاجة من تفل الشاي. بعد كده انا خلاص سبته لغاية ما ركز اهو. يعني انا غليت الشاي وسبته لغاية ما يركز بالطريقة دي. وبعد كده هتجيبي اي حاجة، اي بخاخة عندك او اي حاجة زي كده. دي كانت بتاعت صابون، انا غسلتها ونضفتها واستعملتها. مش لازم بخاخة تبخ، اي حاجة تنزلك منها يعني، تمام. انا جبت القمع عشان احط الشاي في الازازة بالشكل ده كده. زي ما قلتلك، بعد ما غليته وتصفى خلاص ما بقاش فيه اي رواسب. هحط بقى عليه ربع كوباية من الخل، هما مكونين اتنين بس، الشاي والخل. هتحطي على الكمية دي ربع كوباية من الخل بالطريقة دي كده اهي. يلا بقى، لو لسه ما حطيتيش اللايك حطيه وادعميني بالاشتراك، يلا واعملي شير للقناة علشان تنتشر وكل يستفاد من الفكرة دي. بعد كده هتقلبيهم كويس جدا. انا قفلتها كده وقلبتها، رجيتها كويس قوي علشان الخل والشاي يدخلوا مع بعض كده كويس جدا. الازازه دي هتفيدنا في ايه؟ في حاجتين مهمين جدا. الازازه دي بتلمع الخشب، بتلمع الخشب الاسود والبني الاتنين، بس اللي هم الفضي او اللي هم السمني والكلام ده لا، ولا الالوان. الازازه دي الشاي والخل بيلمع، انا بقولها تاني علشان الناس ما تعملهاش على اي لون ويفرق معاهم يعني. الازازه دي بتلمع الخشب الاسود زي ما انت شايفه الخشب قدامك اهو. حطيت شويه كده، رجيت الازازه الاول وبعد كده حطيت شويه كده، وباي شراب قديم عندك البسيه في ايدك ولمعي بيه، تمام. اي شراب قديم، مش لازم يكون قماشه او اي حاجه، يعني اي حاجه. انا بلمع بالشراب القديم ده بيكون يعني حلو وما بيسيبش اي اثر ولا اي فتل ولا الكلام ده، تمام. شايفة بتلمع كويس جدا، شايفة الخشب بقى بيبرق. بتلمع الخشب البني والاسود، الحاجات الالوان والتانية دي لا، بتلمعها وتخليها زي الفل. انا بقيت بدل الكومودينو بتاع الاوضه، لمعته بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده، شايفه لمعان بجد بيبرق. ولمعت كمان السرير بتاعي اسود، الحروف لمعتها كمان بالطريقة دي. وكملت باقي الكومودينو، حاجة في منتهى الجمال، خرافة. جربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. يلا بقى، لو عجبك الفيديو حطي لي اللايك والاشتراك علشان يوصلك الفيديوهات ان شاء الله. طريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة. من تفل الشاي اللي احنا بنرميه عملنا الملمع بنشتريه بالغالي اهو، ملمع جاهز للاخشاب. عندك نيش خشب لونه اسود، اي حاجة الطريقة دي بتلمعي بيها الخشب بكل سهولة. يلا بقى، لو الفكرة عجبتك ما تنسينيش بأحلى تعليق، وهتوحشوني جدا. مع السلامة.